السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لا يصلي فأصبح يصلي في رمضان. كانت تلبس الملابس الضيقة فأصبحت تلبس الملابس الواسعة في رمضان. كان ثم تاب في رمضان. طيب ما تخليش حد يقنعك ان ده نفاق، ده لا نفاق ولا رياء، ده اسمه تجديد للتوبة. طب المشكلة الحقيقية فين؟ المشكلة الحقيقية ما بعد رمضان، ابتداء من ليلة العيد كده والناس اللي بتعمله والعياذ بالله. وكأن هذا العيد ليس تعظيما يعني وفرحة لشعائر الله بالإفطار، ولكنه كأنه عودة للمعاصي والعياذ بالله. هترجع مصحفك تاني مليان تراب؟ هتركن مصحفك بعد رمضان؟ طب هتبطل تروح المسجد؟ طب بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ قبل ما تكون مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى. بذمتك ما كنتش فرحان بنفسك في رمضان؟ مش فرحان ان انت بقيت انسان محترم؟ ما بتشتمش، ما بتسبش، ما بتبصش، بتصلي، بتروح الجامع، حد كده جميل. ليه ترجع لنقطة الصفر؟ يعني دايما بيقولوا المحافظة على القمة أصعب من الوصول للقمة. هو كان نفس الأمر في الدين، المحافظة على الثبات وعلى الهداية أصعب من الوصول إليها. أنت بتوصل لهذا الأمر وبتحققه في رمضان، وبتكتشف في رمضان إن الشيطان الحقيقي هو جواك. الشياطين بتتسلسل في رمضان. لذلك في حد بيعصي ربنا في رمضان فبيبقى مستغرب، فبقول له لا، انت الشيطان الحقيقي هو جواك والعياذ بالله. فالمشكله كلها ما بعد رمضان يا جماعه. ليه رجع المساجد فاضيه تاني؟ هو رب رمضان مش رب باقي السنه كلها وباقي الشهور كلها؟ هو انا ليه برجع تاني اشتم وارجع انسان سيء ومش عارف ايه؟ وكأني سبحان الله العبادة معمولة في رمضان بس. لا، رب رمضان رب باقي السنة. ولازم اللي ما يطلعش يا جماعة من رمضان شخص تاني، شخص جديد، شخص نظيف، يراجع نفسه ويراجع عقيدته ويراجع حساباته. انك ترجع لنقطة الصفر والانتكاسة من جديد من بعد رمضان. وكأن رمضان فقط هو للطاعة بس، لا، احنا في رمضان بنزود الطاعة، بندوس بنزين في الطاعة. لكن مش معنى كده ان انا في الايام العاديه هسيب الطاعه وهسيب الصلاه. والله انا احيانا بروح الجامع ايام العيد او بعد العيد، صلاه الظهر ولا العصر ولا المغرب، الواحد بيزعل. الله، فين يا عم الجامع اللي ما كنتش بلاقي فيه مكان، ما بلاقيش فيه حطة رجل زي ما بيقولوا. فحاجه بتزعل بصراحه. كنا في رمضان ما بنلاقيش حتى مكان في الجامع، ودلوقتي الجامع للأسف يعني خاوية على عروشها. لا غلط. أكبر غلط، أكبر غلط إن أنا ما أطلعش من بعد رمضان بنفس الشخص اللي كنت فيه في رمضان. في مشكلة في العقيدة، في مشكلة في الإيمان. حابب ربنا في رمضان بس؟ لا طبعا. فأهم حاجة إن أنت يعني إيه، تسأل الله عز وجل الثبات. اثبت. اتعودت في رمضان إن أنا بقرأ كل يوم قرآن، طب يا عم ما أقرأ في الأيام العادية عادي، أقرأ لي صفحة كل يوم. مش هقول لك اختم القرآن كل يوم ولا لا، اقرأ صفحة، اقرأ سطرين، اقرأ آية. ما تركنش مصحفك، ما ترجعش مصحفك تاني في الدولاب ولا ترجعه كديكور في العربية ولا كل هذا. المسجد يا عم اللي أنا كنت بجري وبروح عليه، وفي صلاة التراويح وفي العشاء حاجة ما شاء الله، هو في الأيام العادية لا عيب؟ لا طبعا. ده بالعكس، الثبات عند ربنا سبحانه وتعالى من أعظم الأشياء. وإن أنت تحس إن أنت اتغيرت في رمضان ومكمل على هذا التغيير، هو أعظم إنجاز ممكن تطلع منه في رمضان. لذلك إنجازك الحقيقي هو الثبات على الهداية وعلى العبادة وليس الوصول لها.